بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل أكل من التراث، بطاطس ومسقعة وهندمس فول. تمام، وهنقول بسم الله وهنبدأ. عندنا هنا الفول ده أنا نقعاه من امبارح وغسلته ونضفته طبعا وشلت أي حاجة فيه، ودلوقتي خلاص هو يعني بدأ كده يفتح من بعضيه، فهنعمله هنسلقه بقى النهاردة. ومعانا هنا نص كوباية عدس. طبعا كلنا عارفين ان الفول المدمس بيتحط عليه عدس. ومعانا طماطميتين او طماطمية كبيرة على حسب حجمها يعني. ومعانا ليمونة. بقى الفول عشان نبقى متفقين بيتحط عليه عدس وطماطمايه وليمونة، وتحطيها ليمونة زي ما هي كده، وتحطي بقى كمية المية على حسب كمية الفول اللي عندك. ده حوالي كان نص كيلو فول. حطيت عليه 2 لتر مية عادية من الحنفية، وهننقله على نار عالية. واول ما يبدأ يغلي نوطي عليه بقى النار ونسيبه يستوي براحته. وانا كنت مدمسه قبل كده الفول معاكم على الصفحه وموريه لكم وطبخينه وعاملينه كله مع بعضيه. عندنا هنا بقى البطاطس. الاكله دي قديمه جدا، مامتي الله يرحمها كانت بتعملها، كانت حلوه جدا. عندنا هنا 6 بطاطسيات غسلاهم طبعا ونقعاهم ونضفاهم. حطيتهم في ميه وعليها شويه ملح وهسلقهم بالقشر بتاعهم علشان ما يدخلش فيهم ميه من جوه ويبقوا طريين، ما يبقاش فيهم محتوى ميه. هسلقهم وهركنهم على جنب. وهنا هنعمل بقى مسقعة. عندنا البتنجان والفلفلة وهنقليها وهنعمل احلى طبق مسقعة. يبقى الفول خلاص جهزناه وركناه على جنب والبطاطس بيغلي. وعندنا هنا بقى هنقلي البتنجان والفلفلة عشان نعمل مسقعة. الاكل البطاطس ده انا بشوفهم دلوقتي بيعملوها بكريمة وبلبن وحاجات من دي. لا، هنا خلاص الفول بدأ يغلي، هوطي عليه النار واسيبه بقى براحته. والبطاطس كده بنختبرها، هي تقريبا كده استوت او ما استوتش مش فاكره. تمام، طالما انا طفيت عليها النار تبقى استوت. نور ايه. وهشيلها بقى من الميه دي وهسيبها بس تبرد بس شويه اقدر امسكها علشان اشيل القشره من عليها، وابدا بقى اعملها. هركنها على جنب بس عقبال ما اخلص، يعني حوالي 5 دقايق بس كده تبرد. عندنا هنا ده يعني هما تقريبا 6 فصوص توم وقرن شطة حراق. هنعمل منه المسقعة وهنعمل منه البطاطس. هنضربه في الهون. احنا متفقين التوم لما بيتضرب في الهون كده مع قرن شطة وشوية ملح صغيرين بيبقى طعمه مختلف خالص غير ان انتي تقطعيه بالسكينة. عندنا هنا هنكمل المسقعة. خلاص ضربنا التوم توم ومعاه شوية شطة صغيرين عشان ما تبقاش حراقة قوي، لان الشطة دي كانت حراقة. انا مش عايزة التوم يصفر، وبس مجرد ان هو يدبل خلاص هنزل عليه بمعلقتين خل او معلقة على حسب ما انتي عايزة. تشمي بقى الريحة. احط الطماطم معاه. هي دي التسبيكة الأصلية بتاعة المسقعة، ما بدخلهاش فرن أو حاجة. هي كده. دي الأكل ده أكل قديم من التراث. خلاص البطاطس كده هي لسه زي ما انتم شايفين بتدخن كده، بس أنا هشيل من عليها القشر عشان ما تلزقش فيها لو بردت. نقشرها بقى ونرجع لكم. أهم حاجة البطاطس ما تبقاش متقطعة عشان ما يدخلهاش مية. خلاص هنا عندنا التوم والطماطم خلاص استووا. هننزل عليهم بقى بالبتنجان والفلفله. بتحبي البتنجان يبقى زي ما هو قطع سيبيه. عايزاه كده مثلا تقطعيه يبقى قطع صغيره قطعيه، شكله بيبقى احلى. وهسيبها مع بعض كده تاخد طبعا من طعم التوم والشطه والخل حوالي 5 دقايق بس على نار هاديه تستوي كده مع بعضها. عقبال بس لما اهرس البطاطس بشوكه كده بقى، وهرسي البطاطس. هندوق بقى طبعا، لو محتاجه ملح هنحط
شطة اللي يريحك بقى، الطعم ده بقى يرجع لك. اهم حاجة نعمل المكونات الاساسية وانت ظبطي بقى حالك. ما شاء الله ريحتها كانت تحفة، والبطاطس كانت خطيرة. عندنا هنا لسه الفول بيستوي براحته بقى، والبطاطس خلاص هرسناها وقطعنا شوية خضرة كده وليمونة، وهنبدأ بقى نشتغل في البطاطس. حلة كده حلوة صغيرة ألمونيا، طبعا انتوا عارفين انا موجودة يبقى في ألمونيا موجودة على طول. على نار كده متوسطة، البطاطس هرسناها ولا كبة ولا اي حاجة، بالشوكة كده، عشان احنا قلنا ان الاكل ده قديم. شوية زيت كده حلوين، 3-4 معالق زيت، عشان هو ده بس الزيت اللي هيتحط لها. وعندنا بقى التوم والشطة اللي لسه باقيين، هنحطهم في الزيت برضو، مش هنحمرهم، لا، هي مجرد ان هو يدبل بس، تشمي كده ريحة التوم. انت عارفة بقى اول ما التوم بيتحط في الزيت انت عارفة ريحته بتبقى عاملة ازاي، ومعاه طبعا شطة. بعد كده هننزل عليه بمعلقتين خل، نطفيه بمعلقتين خل. الله، الريحة كانت يعني مالية الشقة بجد، تحسي كده بريحة مامتك، بريحة جدتك، حاجة حلوة جدا. هننزل بقى بالبطاطس اللي احنا هرسينها وهنقلبها كويس. هنا قلنا الحلة كان فيها حطينا زيت، ونزلنا بالثوم وبالشطة. اول ما لونها اتغير شوية نزلنا عليها بمعلقتين خل والبطاطس. وعندنا هنا هنحط ملح وكمون، ملح وكمون وشطة بس. هما يعني هي مامتي الله يرحمها كانت بتحط الملح والكمون والشطة بس. انت بقى عايزة تضيفي اي حاجة دي حاجة ترجع لك، بس جربيها بس بالحاجات دي، بالمقادير دي، ودوقي وقولي لي ايه رأيك. جربيها وقولي لي ايه رأيك. والخضرة، الخضرة دي طلعت قليلة، بزودي خضرة وحطي بقى على الوش كده وايه وظبطيها. بس هما دول اللي ببص لقيتهم هما اللي موجودين في التلاجة. وليمونة حلوة كده، ليمونة كبيرة كده حلوة. والله جعت، يعني طبقين من الخيال. وبالنسبة للفول بقى بكرة ان شاء الله هوريهولكوا، لانه طبعا بياخد له حوالي ساعة ونص او ساعتين على النار، على نار هادية عشان يستوي. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في اشتراك ولايك، وتقولوا لي وتجربوا البطاطس وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. تحطي كده بقى على الوش إيه شوية خضرة، لان انا والله الخضرة بتاعي كانت خلصت. جربوها بقى وقولوا لي ايه رأيكم. سلام.